السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله أوقاتكم جميعا أينما كنتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. من الأعمال الجميلة والفاضلة، واللي قد البعض ما يستوعب أو يعلم أجرها وفضلها، هي مسألة يكفيها شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. صاحب هذا العمل هو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. كفالة الأيتام من الأعمال العظيمة التي لها الأجور الكثيرة في خارج رمضان، فما بالك إذا حرصت عليها في رمضان. احرص على أن تكفل يتيم، يتيمين، 3 قدر ما تستطيع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخوانك في جمعية قطر خيرية متواجدون على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك، عندهم فروع كثيرة بتحصلهم في جميع المجمعات، هناك خطوط ساخنة. احرص على أن تتواصل معهم، وأن يكون لك من كفالة الأيتام نصيب. والأجمل في ذلك هو أن تدعو كل من تعرف، أقاربك، أرحامك، جيرانك، أصحابك، ادعوهم إلى هذا العمل الفاضل. ولا تنسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. اجتهد واحرص وبادر واستغل فرصة رمضان. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.